مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمسهل بالعناوين. افتتاح أسبوع الاستقلال بمدارس الإقليم الأوسط. ارتفاع نسبة التحاليل الطوعية في أغرداد. ازدياد حوادث المرور في الإقليم الأوسط. سوريا تعود لجامعة الدول العربية بعد أكثر من 11 عاما على تعليق عضويتها. رئيس الوزراء الياباني يصل كوريا الجنوبية في زيارة تاريخية. مقتل 27 عاملا جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو. السلام عليكم ورحمة الله. افتتح رسميا أسبوع الاستقلال لمدارس الإقليم الأوسط في مناسبة جرت في 8 من مايو في مدرسة بركة الثانوية. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ بلاي عبد في المناسبة التي حضرها حاكم الإقليم الأوسط السيد فساهي عيله ومسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سعيق إن أسبوع المدارس هذه السنة يعتبر استثنائيا لدخولنا في مرحلة مبشرة بعد هزيمة الأعداء بصفوف متماسكة والاستعداد لاستقبال كأس هدية الاستقلال الذي يحوي حفن التراب من ثرى الشهداء. وقال مسؤول التعليم في المنطقة الشمالية الشرقية الأستاذ تيدروس أبراهام إن أسبوع الاستقلال الذي يضم مناشطة تعكس تراثنا وتاريخ نضالنا وتطور برامجنا التنموية سيكون له دور كبير في حفاوة احتفالات الاستقلال ونقل القيم. وسينظم أسبوع الاستقلال الذي سيجري حتى 18 من مايو في 116 روضة أطفال و79 مدرسة ابتدائية و40 متوسطة و22 مدرسة ثانوية. أفاد مسؤول قسم التحاليل الطوعية في مستشفى غردات الممرض إياس زكرياس ازدياد عدد الذين يقومون بالتحاليل الطوعية في السنوات العشر الماضية، وذكر ارتفاع أعداد الفحوصات الطبية لأمراض السل والإيدز، مشيرا إلى أن إدخال المعدات الحديثة خفضها من إرسال المرضى إلى كرن وبارنتو وأسمر بإجراء التحاليل الطبية. ازدادت حوادث المرور في الإقليم الأوسط بأكثر من 44% في الربع الأول من هذه السنة مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. وأوضح قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هيل براخي بأن السبب الرئيسي لحوادث المرور عدم منح الأولوية والحفاظ على مسافة البعد والسير في الاتجاه المحدد وعدم منح الأولوية للمشاة. وذكر ارتفاع وفيات الحوادث المرورية بنسبة 87.5% والجروح البليغة بنسبة 72% والطفيفة بنسبة 55% وتدمير الممتلكات بنسبة تجاوزت 52%، مشيرا إلى تغريم السيارات المنتهكة لقوانين المرور بحوالي 6.2 مليون نقفة في الربع الأول من العام الجاري. ودعا الرائد هيلة لعدم توظيف سيارات الملاك في الأعمال غير المصرح بها واستخدام الدراجات الكهربائية لواقي الرأس واللوحات والسائقين لعدم القيادة دون رخصة. يساهم مشتل مدرسة حقات الزراعية الفنية في سد احتياجات الزبائن وإنجاح التشجير. وأوضحت مسؤولة المشتل السيدة شمهات تسفى قابر إن الهدف الأساسي تقديم الشتول للمزارعين بأسعار مناسبة وتشمل منتجات النخيل والعنب والأبهاش والبرتقال والجواف والليمون والباباي والمانجو والأناناس بالإضافة للأزهار وأشجار الزينة. وذكرت بأن الشتول تقدم للقادمين من حقات وكرن ومناطق أخرى. وقال الشاب بكري عبد الكريم الناشط في تهجين النباتات تسيير أنشطة فعالة لتلبية احتياجات المزارعين من أشجار الفواكه. أشارت النسوة العاملات في المشتل إلى أن المشتل وإلى جانب فرص العمل الدائمة يسهم في اكتسابهن الخبرة لإعداد الشتول ورعاية النباتات.
يقوم سكان بلدة قلوج بأنشطة نظافة لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة الملاريا. وضح منسقو أنشطة نفير النظافة إن النفير يجري مرتين في الأسبوع نظرا لاستيطان الملاريا في المنطقة، ويجري العمل لدفن أماكن توالد البعوض وقبل حلول موسم الخريف. كما تنظم سيمينارات التوعية إلى جانب أنشطة النفير حول سبل مكافحة الملاريا. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. وكان بيان صادر عن اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة قد كشف عن معاودة مشاركة الوفود الممثلة للحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها منذ 11 عاما إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والتي تحولت إلى نزاع دام. وقال البيان إنه تقرر استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو 2023. وكان جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية قد ذكر في وقت سابق أنه من المتوقع تبني القرار في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة القاهرة. وفي أول رد على القرار أكدت وزارة الخارجية السورية على أهمية التعاون العربي المشترك. وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا العاصمة الكورية الجنوبية سيول في زيارة تاريخية تستغرق يومين، وهذه أول زيارة يجريها زعيم ياباني منذ أكثر من 5 سنوات، وتأتي في وقت يسعى فيه البلدان لتحسين العلاقات بينهما وسط تنامي التهديدات الأمنية شرقي آسيا. وبعد وصوله إلى كوريا الجنوبية زار رئيس الوزراء الياباني المقبرة الوطنية في سيول وفق ما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. ووصف مصدر دبلوماسي زيارة كيشيدا للمقبرة الوطنية بأنها تعبير عن رغبته في تسريع تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان وتعزيز التعاون في مختلف المجالات مثل الأمن بحسب وكالة يونهاب. أفادت سلطات بيرو بأن حريقا اندلع في منجم ذهب جنوبي البلاد ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 عاملا خلال دورة عمل ليلية. وقالت شركة ياناكيو للتعدين في بيان إنه تم إجلاء 175 عاملا بسلام بعد الحادث، مشيرة إلى أن 27 قتيلا يعملون لحساب مقاول متخصص في التعدين. وقال مسؤولون حكوميون إن التحقيق جاري في سبب الحريق. وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى احتمال حدوث انفجار بسبب ماس كهربائي في جزء من المنجم على عمق 100 متر تحت السطح. ونقل أقرباء الضحايا نقلوا بالحافلات إلى المنجم في ياناكيوا في منطقة أركيوبيا، حيث أطلعهم رجال الأمن على الوضع. أطلقت شركة روكيت لاب الأمريكية بنجاح أول دفعة من أقمار تروبيكس الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا لمراقبة تطور الأعاصير ساعة بساعة. ونجح الصاروخ إلكترون الذي انطلق من نيوزيلندا وهو يحمل قمرين صناعيين صغيرين لتتبع العواصف في الوصول إلى المدار بعد دقائق فقط من الإقلاع. وانطلق الصاروخ الذي ينتمي إلى فئة القاذفات الصغيرة من ماهية في شمال نيوزيلندا وفقا لشركة روكيت لاب. وستكون هذه المجموعة من الأقمار الاصطناعية قادرة على المرور كل ساعة فوق أعاصير المحيط الهادئ، في حين تمر راهنا كل 6 ساعات. وأطلقت على المهمة تسمية تروبيكس. ختاما سادتي لنشرة الأخبار هذا تذكير بالعناوين. افتتاح أسبوع الاستقلال لمدارس الإقليم الأوسط. ارتفاع نسبة التحاليل الطوعية في أغردان.
تداعيات حوادث المرور في الإقليم الأوسط. سوريا تعود لجامعة الدول العربية بعد أكثر من 11 عاما على تعليق عضويتها. رئيس الوزراء الياباني يصل كوريا الجنوبية في زيارة تاريخية. ومقتل 27 عاملا جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.